وصفتنا اليوم شاورما تندوري. يا سلام، شوف الطريقة. وش بنتبل الدجاج؟ ضفت معاه زنجبيل وثوم، بعدها أضيف البهارات، هكتب لكم إيه في الوصف. عصرة ليمونة، بعدها نضيف شوية من زيت الزيتون أو الزيت العادي، شوية ملون طعام، ونتبل الدجاج مرة كويس. بعدها ضفت نص ملعقة كبيرة زبادي. كده الدجاج عندنا جاهز. بخليه على التتبيلة لين أصلح الخبز. الخبز عندي كوب دقيق، الكوب اللي استخدمته 250 ملي، رشة ملح. هنا عندنا الموية تكون حارة ضروري. نصبها على العجينة بالتدريج ونعجن لأن نشوف كم حنحتاج مع الدقيق. شايفين؟ لأن نضبط عجينة تكون متماسكة بهذا الشكل. استخدمت تقريبا 120 ملي بالتمام. باخذ العجينة في سطح، أعجنها كمان شوية لأن يصير ملمسها ناعم. بعدها بقسمها على 3. الكوب هذا بيسوي له 3 قطع من الخبز. أفردها وحوريكم السماكة المطلوبة. ضروري العجينة تكون مرة رقيقة بهذا الشكل. هنا عندنا الصاج سخنته وضفت عليه شوية زيت لمرة واحدة بس. بعدها نضيف الخبز لأن يبدأ يتحمر، وأقلب على الوجه الثاني. بصير أضغطه بهذا الشكل من الجوانب لأن يبدأ ينتفخ. من يتحمر من تحت بهذا الشكل بنقلب على الوجه الثاني. شايفين كده الخبز عندنا صار جاهز. بناخذه على الجنب ونغطيه. ضروري نغطيه عشان يحافظ على طراوته. نخليه على الجنب. بعدها نصلح صوص الطحينة، شوية بصل مقطع، وشوية من بشر الليمون. هنا عندنا البهارات: ملح وفلفل أسود وكمون، ملعقة خل أبيض، ونص كوب طحينة، ملعقتين كبيرة زبادي. عندنا عصرة ليمون. نصب المويه بالتدريج ونحرك لين نوصل للقوام المطلوب. شايفين كذا تكون الطحينة عندنا جاهزة وهذا القوام المطلوب. هنا عندنا الصاج سخنته وضفت عليه شوية زيت. نشوي الدجاج من الجهتين لين يتحمر بهذا الشكل. بعدها ناخذ على الجبن نقطع شرايح. في نفس المقلاة ضفت قطعة زبدة وننزل الدجاج. نحمصه مع الزبدة. الزبدة بتعطيه طعم مرة لذيذ، أو يمديكم زيت زيتون. نخليه كذا على النار، على نار عالية لين يتحمص. عندنا الخبز شايفين شكله. بنضيف الطحينة. يا سلام. بعدها نضيف الدجاج. وكذا عندنا الساندويتش جاهز أو الشاورما. يمديكم تقدموه بهذا الشكل أو تخلوها بهذا الشكل. ضيفوا معها المخلل وبالعافية.